السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي الكرام، كثيرا ما يطرح هذا السؤال في التعليقات وأراه يتكرر بصدق لا بسوء النية. هل حين نتحدث عن التحرر من العلاقات المؤذية، ولا أقصد بالعلاقات المؤذية دائما علاقات الزواج أو العلاقات الحميمية، أيما علاقة صداقة، زمالة، عمل، قرابة، هل حين نتحدث عن التحرر من هذه العلاقات المؤذية نكون قد دفعنا الناس إلى الانفصال كما يفعل الشيطان؟ لأن الشيطان هذه هي مهنته، قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا السؤال مشروع لأنه يمس الدين والأسرة والضمير والخوف من الله عز وجل. لكن قبل أن نجيب نحتاج أن نهدأ قليلا، أو نعيد الميزان إلى مكانه الصحيح. نعيد الميزان إلى مكانه الصحيح. كل خطاب يحرر الإنسان من العبودية لغير الله سيتهمه أهل العبودية بأنه فتنة. هذه أول قاعدة لابد أن نتعلمها. كل خطاب يحرر الإنسان من العبودية لغير الله سيتهمه أهل العبودية بأنه فتنة. ولكم صورة واضحة فيما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالتوحيد، جاء ليسقط الأغلال والأقفال والسلاسل على من كانوا يشركون ويعبدون الأصنام من دون الله، فحاربوه حتى تكسر سنه وأدمى وجهه وأدمت قدمه. وهنا نحتاج أن ننتبه بهدوء. لسنا دائما أمام كفر صريح، بل أمام شرك خفي يتسلل إلى القلوب دون أن يشعر به صاحبه. ولهذا قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آية دقيقة تكشف أن الإيمان قد يكون حاضرا. نعم، المشرك ليس بمؤمن، ليس كافرا، بل هو مؤمن. وما يؤمن أحدهم أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تكشف أن الإيمان قد يكون حاضرا لكنه مخلوط بولاءات أخرى تقيد القلب من حيث لا يشعر. هنا توضيح جوهري، وهنا نقطة مهمة جدا غالبا ما يقع بسببه سوء الفهم. إذن حين نتحدث عن التحرر أو الانفصال لا نقصد بالضرورة الانفصال الجسدي أو الانفصال في العلاقة، فالانفصال في جوهره ليس حركة الجسد بل تحرير قلب. لا نقصد بالفرقة الجسدية ولا نقصد بالشتات الشمل، لا، بل نقصد بالانفصال هنا في جوهره تحرر القلب. قد يبقى الإنسان في نفس البيت وفي نفس العلاقة وفي نفس المجتمع وفي نفس الأسرة وفي نفس الزواج وفي نفس السياق الاجتماعي، لكنه يكون قد انفصل عن أولا القيد العاطفي الشرطي المشروط، التعلق الذي يقوم على الخوف لا على الوعي. هنا الانفصال الذي ندعو إليه. ندعو إلى الانفصال عن الولاء الشركي الذي يجعل رضا البشر مقدما على رضا الله. هنا الانفصال الحقيقي. الخضوع المذل الذي يلبس لباس الصبر وهو ليس منه. هذا هو الانفصال المقصود. أولا الانفصال عن كل عبودية لغير الله. أما القرب الحقيقي فليس بالتمسك المرضي، أما القرب الحقيقي فليس بالتعلق المرضي، أما القرب الحقيقي فليس بالتعلق المرضي ولا بالتمسك المرضي، بل بالاتصال بالله أولا. وهذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الرحمة للعالم والتحرر من كل قيد ومن كل عبودية. إذن ثم يأتي بعد ذلك
كل اتصال بشري في مكانه الصحيح، ثم يأتي كل اتصال بشري في مكانه الصحيح. إذن لماذا قد يتساءل بعض الناس ويتهمون من يطرح مثل هذا الطرح بالفتنة أو أنه يفرق أو أنه يدعو إلى الانفصال كما جاء في بعض التعليقات؟ لأن كثيرا من الناس، اسمعوها مني جيدا، لأن كثيرا من الناس حين يسمعون كلمة تحرر لا يرون إلا الفراق الجسدي، وهذا قصور وعي، هذا قصور وعي، وهذا ما يجعلهم يعانون لسنوات طوال. لأنهم، أنا أشير إلى القمر والأحمق ينظر إلى صبعي وتحفظ عن هذه الكلمة لكنها تصيب المعنى، بينما الخطاب في حقيقته يهدم شيئا أخطر في العلاقة، يهدم الاستعباد الداخلي. ولهذا يربك منظومة كاملة اعتادت أن ترى التعلق فضيلة. هم يرون التعلق فضيلة، يسمونه حبا، ولا يريدون التحرر. إذن التعلق يسمونه أو اعتادوا على أن يروا التعلق فضيلة، والذوبان في الآخر وفناء شخصية الذات في الآخر هو وفاء، والخضوع والتدلل للآخر دينا، حتى لو صار ذلك إلغاء للإنسان أو إلغاء لذاته. وهنا يحدث الانقلاب المؤمن. من يطلب المعروف يتهم بأنه يريد هدم البيت. من يحرر قلبه من الخوف يتهم بأنه مفتون. من يفك الولاء الشركي يتهم بأنه صانع فتنة. والقرآن، وهذا هو الشاهد في هذا الموضوع، وهو الشاهد الفاصل القاطع المنيع، والقرآن يعلمنا أن هذه ليست حالة جديدة. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حين يسمى فك القيد الداخلي فسادا، وحين يسمى تصحيح الولاء فتنة، فاعلم أن الخلل ليس في الخطاب بل في ميزان العبودية. وقال الله عز وجل: ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هنا الميزان القرآني. القرآن لم يجعل العلاقة عبادة تحفظ بأي ثمن، حتى أنه مرت مني حالة الآن صارت تعبد الرغبة في الإنجاب حتى لا يهجرها زوجها، فأرادت وقامت بالإمضاء على نفسها في عملية خطيرة حتى تلد لأنها خائفة من هجر زوجها. فهنا صارت تعبد الولادة ولا تعبد رب الولادة. إذن القرآن لم يجعل العلاقة عبادة تحفظ بأي ثمن، بل جعلها أمانة تحفظ بالحق. ولهذا جاءت القاعدة المحكمة، قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى القرآن يسمح بذلك، فإمساك بمعروف، معروف يحفظ كرامة الوجه، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه ليست آية طلاق فقط، هذه آية تحرير. فالإمساك بالمعروف لا يكون مع قلب مستعبد، ولا مع نفس مكسورة، ولا مع خوف يقدس. فإن غاب المعروف فالبقاء لا يسمى صبرا، فإن غاب المعروف في العلاقة فالبقاء لا يسمى صبرا، بل قد يتحول إلى إمساك بغير حق، وكما قال الله: ولا تذروها كالمعلقة. إذن قد يتحول هذا الإمساك إمساك بغير حق حتى لو لم يقع فراق جسدي. وكثيرا ما نسمع عن الطلاق العاطفي،
كثيرا ما نسمع عن الطلاق العاطفي، وهذا سجن أخطر من السجن المادي. ولهذا قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الضرر قد يكون جسديا وقد يكون نفسيا، وهذا أخطر الضرر. هذا أخطر الضرر. وقد يكون روحيا، حين يسلب الإنسان حريته القلبية باسم الدين. قد ترى، نعطي مثالا واقعيا، قد ترى امرأة لم تطلب الطلاق لكنها قطعت في داخلها عهد الخضوع المذل. وقد ترى رجلا لم يترك بيته لكنه تحرر من خوف كان يجعله عبدا لرضا الطرف الآخر. وقد ترى ابنا ما زال بارا لكنه لم يعد خاضعا للإهانة. هذا ليس تمردا، هذا ليس تمردا، هذا تصحيح ولاء. أخطر تلبيس، أخطر خدعة شيطانية في هذا الباب ليس الانفصال الجسدي، ليس الانفصال. قد يكون الانفصال الجسدي هروبا، ويبقى ظل النرجسي أو النرجسية في قلبك وفكرك وذاكرتك وشعورك أو حتى في جسدك. إذن ليس الانفصال الجسدي. الخدعة الشيطانية الأكبر ليست في الانفصال الجسدي، بل أن يبقى الإنسان متصلا جسديا وهو منفصل عن الله. هذا هو الانفصال الأخطر. أن يعيش العلاقة وهو مقطوع عن ذاته، لا يعرف ذاته، مسلوب الإرادة، لا شخصية له، لا إرادة له، لا قرار له، ومقطوع عن ربه، فلا يسبح إلا بحمد الآخر، ومربوط بالخوف، مربوط بالاحتياج، إذن مربوط بالخوف كما قلت. أما الصبر في القرآن فليس سكون العبد تحت الصوت. الصبر في القرآن ليس هو سكون العبد تحت الصوت، تحت الألم، تحت التعب، تحت الإهانة. الصبر هو أن تبقى موصولا بالله حتى لو تغير كل شيء. هذا هو الصبر. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن أن نفرق بين الفتنة والتحرر. إذن الفتنة الحقيقية ليست أن يعاد ترتيب العلاقة. الفتنة أن يبقى القلب أسيرا حتى وهو يعبد الله بلسانه. هذه فتنة حقيقية. أن يقال له: اتصل بالناس ولو انقطعت عن ربك. اتصل بالناس ولو انقطعت عن ربك، بينما التوحيد يقول: اتصل بالله أولا ثم يأتي كل اتصال آخر على نور. وهنا يمنع الانزلاق إلى الفتنة. نحن لا نقول للناس انفصلوا ولا نقدس الفراق الجسدي، نقول: حرر قلبك، فك القيد الداخلي، صحح الولاء، ضع الله أولا ثم يأتي الباقي. فإن صلحت العلاقة بعد ذلك فنعمة، وإن تغير شكلها فذلك بقدر لا بفتنة. وهنا أصل إلى الخاتمة الجامعة. حين يقال لك أنت تفرق مثل الشيطان، قل بهدوء: أنا لا أفرق بين الناس، أنا أفصل بين العبودية والتوحيد، أنا أفصل بين العبودية الشركية والتوحيد. الشيطان يريدك متصلا بأي ثمن ولو كنت عبدا، أما الله فيريدك عبدا له، ثم تأتي العلاقات تبعا لا أصلا. قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الغنى ليس دائما في البقاء بل في التحرر القلبي. وختاما، اللهم حرر قلوبنا من كل ولاء لا يرضيك، واجعل اتصالنا بك أصلا، وكل علاقة بعدها فرعا، ولا تجعلها أسرى للخوف ولا للتعلق، واغننا بك عمن سواك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.